جيمي هوفا خرج من بيته كالمعتاد وقال لمراته إنه رايح اجتماع قصير وهيرجع على العشاء، بس العشاء ده ما حصلش ولا رجع بيته ولا اتشاف تاني. كان المفروض يقابل 2 من رجال العصابات في مطعم ريد فوكس في ديترويت. عربيته لقوها مركونة قدام المطعم بس هو اختفى كأنه اتبخر من على وش الأرض. ومن اللحظة دي بدأت واحدة من أغرب ألغاز قضايا الاختفاء في التاريخ الأمريكي. من بعد ما خرج جيمي هوفا من بيته في يوم 30 يوليو محدش شافه بعد كده، لكن لما الشرطة بدأت تجمع الخيوط الصورة بقت أغرب من الخيال. الساعة كانت حوالي 2 بعد الظهر. هوفا لبس بدلته الرمادي وأخد مفاتيح عربيته وقال لمراته راجع على العشاء، وراح لمطعم ريد فوكس في ضاحية ديترويت، مكان معروف بيتقابل فيه رجال الأعمال والسياسيين وحتى رجال المافيا. هناك كان المفروض يقابل 2، أنتوني جلييتو وتوني برو، أسامي تقيلة في عالم العصابات. وكان المفروض الاجتماع ده يحسم موضوع العودة للنقابة، لكن من اللحظة اللي وصل فيها المطعم كأن الزمن وقف. الناس شافته في ساحة الركن، وقف دقيقة وبص في ساعته كأنه مستني حد، وبعدين اختفى. لا دخل المطعم ولا اتصور في الكاميرات ولا حتى حد شافه وهو مشي.